حماتي مقموصه مني كل ده علشان جت عندي على الفطار، ولما قدمت لها الخشاف ده بتقول ان انا بقدم لها حاجه مش من قيمتها، وان انا ما هنش عليا اقدم لها كوبايه عصير. انا كنت عامله بصراحه عصير مانجا وتمر هندي، بس هي ممنوعه من الحاجات اللي زي دي، لا بتشرب المانجا ولا بتشرب الكلام ده. فقلت بقى انسب حاجه ان انا اعملها لها، اعمل لها كوبايه خشاف كده محترمه. والله ما قصرتش ولا حاجه ولا قللت الكميه، ده انا كنت عاملاها لها كبيره كمان، وما قلتش يعني ايه ان انا اعمل لها كوبايه صغيره وكده. جبت المج وقطعت وحطيت فيه الخلطه اللي انا قايله لكم عليها في الفيديو اللي فات، اللي هي جوز الهند العريض والناعم والزبيب والسوداني، وقطعت لها الموز والتفاح. وكمان يعني حطيت لها كميات كبيره مش مقلله منها ولا حاجه. وكمان حطيت لها التمر اللي انا نقعاه من الصبح ومسيباه في التلاجة يسقع كده، وعملت لها كوبايه محترمه. هي بقى شايفه ان انا كده بقلل منها وبقلل من قيمتها ومش محترماها علشان مش مقدمه لها حاجه تليق بيها. واتقمصت مني ونزلت عند سلفتي وقالت هتفطر عندها وهتشرب عندها من العصاير اللي هي عاملاها وتشوف الواجب كله تحت.